كل يوم بظبط 8 و9 منبهات عشان ما اتأخرش على الشغل، وبعدين بروح الشغل متأخر. مش عارف الواحد هيروح الشغل في ميعاده امتى؟ ده انا مش هيخصم له حاجة، ده انا هيعملوا له محضر في الجسم. قعدوا يضحكوا عليا ويقولوا لي هتخلص تعليم وترتاح. خلصت التعليم دخلت الجيش، قالوا له هتخلص الجيش هترتاح. خلصت الجيش واديني متمرمط في الشغل. على ايه المرمطة دي كلها؟ مش عارف. 2500 جنيه ملهمش اي لازمة، بتتصرف في يوم 3 في الشهر. الواحد كل يوم بيصطبح بأشكال عكرة ما يعلم بها إلا ربنا. يا رب توب علينا من الشغلانة دي. آه. لا لا، ما تخصمش يا مدير، ده انا غلبان. لا لا. يا درغام، أمر يا سيادة المدير. هو خميس جه النهارده ولا لسه؟ لا لسه ما جاش يا سيادة المدير. طب خلاص، روح انت شوف شغلك. لا تؤمر بيه سيادتك. اتفضل. انا مش عارف اعمل ايه مع خميس ده ولا خصم نفع معاه ولا اي حاجة نفع معاه. افصله من الشغل ولا ايه؟ حتى لو فصلت من الشغل مش هيهمه. ده دماغه تعبانة، كل يوم تأخير تأخير. مش عارف مستحمله لحد امتى انا. مفيش احسن من ان انا اكلفه بشغل لازم يخلصه في اليوم، لان ده مش هيلتزم. ده مهما نعمل معاه مش هيلتزم. في نفس الوقت حرام يعني، هفضل اخصم منه، هخصم قد ايه وهو مش فارق معاه. ده عشان نستفيد منه لازم نكلفه بشغل يخلصه في اليوم، ولما نشوف اخرتها معاك يا عم خميس.